خالي واش تقولنا على الخروف تاعك؟ الخروف ربي يهنيه ولا غير يهبل مليح. ولا غير كبش ولا غير ان شاء الله وصحه ولهنا. الله. ومنين جيت الصباح هذه؟ جيت من قصر باللزمه. قصر باللزمه. جيت هنا لبولهلال. بولهلال ولا كيفاش تسميوه؟ بولهلال. الله يطول هذه السنين. والخروف قداه تعطي له هكاك في الوزن تاعو قداه؟ والله السوق والله يفوت 70. الله يبارك الله يبارك. ربي يبارك فيكم ان شاء الله. وعجبك مليح؟ عجبني والله. وولده والطفل هذاك عجبه؟ عجبني والله. الخروف الله يبارك. ما شاء الله مواطن جزائري أو بالأحرى زوالي فرحان بهذا النوع من قرارات رئيس الجمهورية اللي هو جلب المواشي أو استيراد المواشي من دولة رومانيا. شفتوا الفرحة تاع هذا المواطن الزوالي اللي بزاف الناس فرحانين كيما هاك على حسب الدخل الضعيف اللي يعاني منه المواطن الجزائري واللي بالأحرى لا يستطيع شراء أضحية العيد. الدولة وفرت له وفرت له كما نقولوا مجموعة من الكباش بشرط أن تكون أجرة أو راتب شهري الناس تاع زوالي. احنا نلاحظوا باللي أن ماشي الناس الزوالي اللي راهم يشروا الكيباش الرومانية، بل هناك أناس متخفين في ستار زوالي عندهم من الناحية المادية عندهم المال باش يشروا كيباش أكثر بهذا السعر، لكن باغيين يزاحموا الناس هذه ما تخفاش على العامة. كثير من المواطنين متحسرين بوجود ناس لا بأس عليها، لكنها تريد شراء هذا الكباش وتحرم كثير من الزوالية اللي في خاطره يشري كبش، لأن الكثير منهم ما كانش يعيد بكبش. تخيل أخي المواطن، كثير من الناس ما لحقاش باش تشري كبش، وحين توفرت الفرصة هناك ناس لا بأس بهم يزاحمونهم بهذه الأضحية. انت واش رايك أخي المواطن الجزائري في هذه النوعية من الناس اللي تزاحم ناس زوالية واللي تحرم ناس زوالية من أضحية العيد وهم قادرين يشروا ماشي كبش واحد، يشروا زوج ولا ثلاثة. هذه الظاهرة في جميع الولايات، ماشي في الجزائر العاصمة أو في ولاية معينة، هذه لاحظناها في جميع الولايات. الناس تشتكي من وجود أناس لا بأس بهم وسط الصفوف. احنا كنا نتمنى تكون هذه الأضحية موجهة للناس الزاوية أو بالأحرى يزيدوا ينقصوا من السعر، لأن هناك ناس ما خداماش ليس لها راتب، تريد فقط عندهاش راتب ما عندهاش خدمة. يعني لو كان داروه 2 يكون أحسن، أو أنهم يقومون بزيادة عدد رؤوس المواشي المستوردة، لأن 1,000,000 ما نظنش تكفي جميع الجزائريين. والسلام عليكم ورحمة الله.